المغرب كينضم رسميا لتحدي طائرات الهيدروجين الأخضر. وزارة العدل كتدرس قانون جديد كيلزم كل مواطن بالتوفر على رقم هاتفي وحيد ورسمي ومرتبط ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية. وزارة الدفاع الأمريكية كتعلن رسميا عن انطلاق تصنيع 24 مقاتلة من طراز F-16 فايبر لفائدة الجيش المغربي. قريبا انطلاق أشغال بناء مستشفى القرب الجديد بالأخصاص إقليم سيدي إفني بسعة 45 سرير. رسميا دخول سلاح تايزر للخدمة بصفوف الأمن الوطني. شركة برتغالية عالمية كتطلق فرع في المغرب لتعزيز مكانتها في صناعة البلاستيك. تصنيف دولي جديد، المغرب أفضل وجهة سياحية طبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 30 نائب بريطاني كيوقعوا على وثيقة كيطالبوا فيها الحكومة البريطانية ووزارة الخارجية بالاعتراف الرسمي بمغربية الصحراء. شراكة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومجموعة OCP لإحداث ثورة فلاحية في إفريقيا. افتتاح معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. غادي تعرفوا في هذا الفيديو آخر أخبار المملكة المغربية لهذا اليوم. فلنبدأ بالخبر الأول. انضمت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفات الرائد عالميا في مجال الأسمدة الفوسفاتية والمستثمر الرئيسي في تطوير الهيدروجين الأخضر إلى الشركاء الرئيسيين لمشروع كليمات أمبولز الذي سيتيح في أفق 2028 إمكانية القيام برحلة حول العالم دون توقف ودون انبعاثات على متن طائرة كتعمل بالهيدروجين الأخضر. وجرت مراسم توقيع اتفاقية الشراكة هذه يوم الأمس الجمعة في بنغرير بحضور براتنار بيكار رئيس كليمات أمبلس الذي يسهر على هذه المبادرة الطموحة، وإلهام الخضري الرئيس التنفيذي لشركة سينسكو الشريك الأول للمشروع. الخبر الثاني. أفادت مصادر إعلامية نقلا عن وزير العدل وهبي أن الوزارة تتجه إلى إلزام كل مغربي بالتوفر على رقم هاتفي رسمي ووحيد مرتبط بالبطاقة الوطنية. ووفق نفس المصادر فإن الهدف من هذا القانون بالنظر إلى ما جاء على لسان وزير العدل خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية وهو ضمان توصل المواطن المغربي بالاستدعاءات والتبليغات القضائية عبر رسائل SMS. وشدد وهبي أن التفكير في إلزام كل مواطن بالتوفر على رقم هاتفي واحد سيجنب عدم توصل المدعي عليهم بالتبليغات والاستدعاءات، مؤكدا أن عدد من الملفات ظلت عالقة لهذا السبب. الخبر الثالث. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية رسميا عن بدء تصنيع 24 مقاتلة من طراز F-16 فايبر لصالح الجيش المغربي، وكتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز القدرات الجوية المملكة المغربية وتحديث أسطولها العسكري بأحدث التقنيات والمعدات. وكتصنف طائرة F-16 فايبر ضمن الأكفأ في العالم، حيث كتميز بقدراتها العالية في المناورة والتسليح، مما غادي يعزز من قدرات الردع والدفاع الجوي في المغرب. ومن المتوقع أن يتسلم المغرب هذه الطائرات المتطورة في عام 2026، مما غادي يساهم بشكل كبير في تحديث وتطوير القوات الجوية المغربية. هذه الصفقة كتأتي ضمن استراتيجية المملكة لتعزيز تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية ورفع مستوى جاهزية قواتها المسلحة لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية. الخبر الرابع. غادي تنطلق في الأيام المقبلة أشغال بناء مستشفى القرب الجديد في منطقة الخصاص بإقليم سيدي إفني. غادي يتسع هذا المستشفى ل 45 سرير، مما غادي يساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة لسكان المنطقة وتلبية احتياجاتهم الطبية بشكل أفضل. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية الصحية في سيدي إفني وتوفير خدمات طبية عالية الجودة لسكان تلك المناطق. من المتوقع أن يساهم المستشفى الجديد في تخفيف الضغط على المستشفيات الإقليمية وتحسين ظروف الرعاية الصحية في إقليم سيدي إفني. الخبر الخامس. دخل سلاح تايزر رسميا للخدمة في صفوف الأمن الوطني بالمغرب، وكيعتبر تايزر صاعق كهربائيا كيساعد رجال الأمن في السيطرة على الأشخاص دون التسبب في أضرار صحية أو جسدية كبيرة. كيأتي هذا الإجراء في إطار تحديث وتطوير أدوات العمل الأمني بهدف تعزيز فعاليات قوات الأمن في الحفاظ على النظام العام وضمان سلامة المواطنين. ومن المتوقع أن يساهم استخدام التايزر في تحسين أداء رجال الأمن خلال التعامل مع المواقف الصعبة وتقليل الاعتماد على الوسائل التقليدية التي قد تكون أكثر خطورة.
هذا التحديث كيعكس التزام المغرب بتبني أحدث التقنيات في مجال الأمن لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع. الخبر السادس: كتسعى شركة فيكساكسيريو الرائدة في صناعة البلاستيك في البرتغال إلى تعزيز وجودها في المغرب من خلال إنشاء فرع محلي، وغادي يمكن هذا التوسع الشركة من نقل خبراتها المتراكمة على مدى 3 عقود لخدمة وتحسين أداء وتنافسية العاملين في هذا القطاع بالمغرب. وفقا لتقارير إعلامية وبعد مرور 30 عام على إطلاق أول خطوط إنتاجها، نجحت الشركة في تثبيت مكانتها بين اللاعبين الأساسيين في الصناعة البيئية البرتغالية، فقد حصدت مؤخرا وللسنة الرابعة على التوالي جائزة أفضل شركة صغيرة ومتوسطة لهذا العام، التي تمنحها الوكالة البرتغالية للابتكار والتنمية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الخبر السابع: احتل المغرب المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السفر العالمي للحياة البرية. واعتمد تقرير المؤشر الذي يصدره موقع تريلكسوري ترافل السياحي الشهير في تصنيفه للدول انطلاقا من عدة مؤشرات كتشمل التنوع البيولوجي للحياة البرية والحفاظ على الحيوانات الضخمة وانتشار المنتزهات الوطنية والحدائق الوطنية والمناطق الطبيعية المحمية والمناطق الغابوية والازدهار البيئي والاستدامة البيئية. الخبر الثامن: دعا حوالي 30 من البرلمانيين واللوردات البريطانيين الجمعة في رسالة وجهوها إلى وزير الشؤون الخارجية ديفيد كاميرون في مبادرة ثنائية حزبية الحكومة البريطانية إلى دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي رسميا ودون تأخير، باعتباره الحل الوحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وشدد النواب وأعضاء مجلس اللوردات على أن مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب للصحراء، بالإضافة إلى كونها المسار الأكثر برغماتية، فإنها كتحترم التقاليد المحلية والتطلعات الديمقراطية وكتوفر حلا قابلا للتطبيق لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين. الخبر التاسع: أبرمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومجموعة OCP الرائد العالمي في مجال حلول تغذية النباتات والأسمدة الفوسفاتية شراكة لمواجهة التحديات الملحة التي تقف عائق أمام تطوير الفلاحة في إفريقيا، وذلك في إطار مبادرة تاريخية للنهوض بالقطاع الفلاحي في إفريقيا. وأفاد بلاغ مشترك لوكالة يوساد ومجموعة OCP أنه خلال زيارته لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وقعت سامانثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اتفاقية للتعاون المشترك كتهدف إلى تنفيذ مبادرتين مستدامتين ومتكررتين بغية تحسين كفاءة ومردودية القطاع الفلاحي في جميع أنحاء القارة. وكيتعلق المشروع الأول بسبيس تو بليس الذي سيعمل على جمع البيانات المحلية الدقيقة عن التربة والمناخ، والتي ستشكل أساس أداة المساعدة على اتخاذ القرارات المصممة للإرشاد الفلاحين من أجل استخدام الأمثلة للأسمدة، حيث سيتم تصميم تركيبات مشخصة لتلبية الاحتياجات الغذائية الدقيقة للأراضي الفلاحية والزراعات، مع العمل على تحسين جودة التربة والرفع من مردودية المحاصيل بشكل مستدام. الخبر العاشر: افتتحت يوم الجمعة بالرباط فعاليات النسخة الأولى من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية، الذي يروم الترويج لصناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب وتقديمها بمختلف مكوناتها التقنية والفنية والإبداعية والتعليمية والمالية. كما تتوخى هذه التظاهرة غير المسبوقة استقطاب عارضين مرموقين كيمثلوا مؤسسات عمومية وخصوصية ومؤسسات تمويلية ومقاولات ناشئة. وبهذا وصلنا لنهاية أخبار اليوم. نلقاكم في الغد في أخبار جديدة عن مملكتنا المغربية، فما تنسوش تفعيل الجرس باش توصلوا أخبار اليوم. شكرا على المشاهدة، وما تنسوش كذلك الاشتراك. معكم مروكو 360 ولا عزاء للحاقدين.